السلام عليكم، مرحبا بكم خوتي وخواتاتي. مرحبا بالناس القدام، مرحبا بالناس الجداد اللي اول مره كيشاهد محتوى الفيديوهات ديالي وعجبو المحتوى. ما ينسانيش من الدعم ديالو وشكرا. اليوم اختاريت نقدم لكم خبز الطوست بطريقتي. كيجي زوين وكيجي حسن من ديال المحلات التجاريه الكبرى، لاننا عارفين شنو فيه وهم محضرينه باليدين ديالنا وكيعجب الوليدات كما كنعرفوا. فتابعوا معايا الفيديو بالتفاصيل ديالو من الاول الى الاخير وغادي نوجدوه وغادي يجي ناجح ان شاء الله. نبقاو مع المقادير والطريقه بسم الله. بالنسبه للمقادير فكنحتاجو نص كيلو 500 غرام ديال الفورس، دقيق الفورس. كنحتاج كاس ونص ديال الحليب دافئ ديال العنبه، معلقه السكر سنيده وشويه د الملحه ومعلقه كبيره د الخميره حبوب ولا خميره عاديه، جوج معالق الزبده وكاس د الماء دافئ. غادي نجيبو زلافه غادي ندير فيها شويه ديال الماء وغادي ندير شويه ديال الحليب. الماء حتى هو دافي. كندير ديك المعلقه ديال الخميره وكندير معلقه سنيده وكنحركهم باش يتفاعلوا ليا. كنخليهم واحد شويه يتفاعلوا باش هكا كيساعدوا ان العجينه ديالنا تجي ناجحه. من بعد ما كنخلط مزيان داك الخميره باش كتذوب في داك، ممكن نستعملوا الخميره الاخرى زعما المعجونه ديك العاديه، وممكن نستعملوا هذه حبوب نفس النتيجه. صافي كنغطيوها بواحد السلوفان ونخليوها حتى كتطلع. ها هي الخميره ديالنا هنايا راه تفاعلات، بدات كتفاعل. صافي غادي نبداو دابا في طريقه العجن. كنجيبو الدقيق ديالنا غادي نديرو فيه الملحه وغادي نضيفو داك الخليط اللي تفاعل عندنا ديال الخميره وسنيده والحليب والماء، وغادي نضيفو ما تبقى من الحليب. في المجموع راه عندنا كاس ونص ديال العنبه ديال الحليب. اللي ما عندوش الحليب يستعمل حليب بودره، نديروه في الماء دافي وكنستعملوه. انا هنا نيت راني دايره حليب بودره هو اللي مستعمله. وكنبداو في عمليه العجن. كما كتشوفوا راه مكونات بساط ما فيهمش شي حاجه كثيره، ومازال غادي نشارك معكم حتى الطوست بالدقيق القمح. غادي نبقى نضيف داك الماء حيت عندي كاس ديال الماء دافي، كنضيفو شويه بشويه حتى كيتجمع لنا الخليط. انا هنا ضفتو كامل حيت راه على حسب الدقيق، راه ضفتو كامل ومازال زدت واحد شويه يعني شللت هذيك الزليفه ديال فاش تفاعلات الخميره وضفتو، ولكن راه كاس عامر راه كافي. صافي كنحاولوا نجمعوا العجينه ديالنا. العجينه خصها تكون خفيفه كتلصق في اليدين، ما تكونش قاصحه، باش هكا كتجي العجينه ناجحه وكيجي الطوست ديالنا ناجح. كنحاول نخلط. اللي عندها العجانه في هذه المرحله ديرها العجانه تسلكها مزيان راه كتجي زوينه فيه، ولكن اللي ما عندهاش هكا غادي تستمر في العجن بيديها بحال اللي كندير انا، بحال اللي كنديرو في العجينه ديال عفوا ديال القرص. كنبقى نضرب بيدي حتى صافي بحال كندلك ديك العجينه بيدي. كنستمر بنفس الطريقه. انا راه جربت الفيديو باش ما يجيكمش طويل حتى كندلكها خير الله هكا. وكما كتشوفوا راه كتلاصق في اليدين، ولكن ما عادي ماشي مشكل، ما خفنا والو. كان هنا انا درتها فوق الرخامه باش نكمل الدليك ديالها وباش في المرحله ديال الزبده تجيني سهله في التخلاط. كما كتشوفوا الزبده ديالي راني ما ضفتهاش في الاول حتى كندلك العجينه شويه عاد كنجيب الزبده كما غادي نشوفوا.
كنجيب الزبده ديالي تكون درجه حراره المطبخ. انا هنا ما جبتهاش بكري، بقات قاصحه شويه ولكن ماشي مشكل، راه غادي انا كندلك وفيما لقيت شي حبيبات وكنحاول معاهم باش يدخلوا في العجينه. صافي كنبقى ندخلها في العجينه بهذه الطريقه، واخا تبان لنا بحال هكا يعني جاريه راه مازال غتجمع. فاش غتدخلها الزبده مزيان راه غادي تجمع. هنا دوك الحبيبات الزبده كنحاول ندخلهم، ولكن الا جبدنا الزبده بكري انا كنستعمل الزبده ديال الطاسه، ممكن نستعملوا الزبده ديال العبار، المهم اللي متوفر. صافي كنبقى معاها حتى كتدخل ديك الزبده مزيان في العجينه. كما كتشوفوا غادي نحتفظ بها في البول اللي استعملنا في الاول، ونغطيها بالسلوفان ونخليها حتى كتخمر وتطلع لينا مزيان كيتضاعف الحجم ديالها. دابا غادي ندوزو للمول ديالنا، غادي ندهنوه بالزبده وغادي نجيب ورق الزبده وغادي نديرو بهذه الطريقه هذه باش يلقى الطوز ديالنا فين يطلع. كنخليه شويه شايط الفوق، خصوصا الا كان المول صغير خصنا نديرو الورق الزبده بحال هكا باش العجينه تجينا طالعه هكا الفوق، ما تمشيش في الجناب. العجينه ديالنا من بعد ما خمرات كما كتشوفوا راه كتجي مهويه، كنهبطوا كنخويوها من داك الهواء اللي فيها وكندوزو باش نوجدوها باش نديروها في المول. كنرش واحد شويه ديال الطحين، اي شويه ماشي بزاف باش ما تلصق ليناش وتجينا سهله في العمل. ممكن نستعملوا الدلاك في هذه المرحله ولكن ماشي ضروري. كنسرحها كما كتشوفوا، كندير المول ديالي هكا مقابل معايا باش نشوف العرض ديالو، وكنبدا نسرح بيدي على شكل مستطيل غير بيدي بحال هكا حتى كنعرف ان صافي القياس ديالها غيجي مع المول هو هذاك. وكنبدا نطوي وكنبرك، كنطوي وكنبرك بحال هكا. صافي اخر طويه كنحاول نجمعها مع لتحت وكنواليها هي اللي كتكون لتحت ديال الطوست بحال اللي كتشوفوا، وكنعاود نبقى ندلك هكا في المول باش كياخذ الحجم ديال المول ديالي. ومن بعد ما قديته غادي نخليه عاوتاني نغطيه بالسلوفان ونخليه حتى يتضاعف الحجم ديالو شويه يخمر عاوتاني في المول، وغادي نرجعو باش نطيبوه. ها هو من بعد ما خمر ليا راه ديك الجهه اللي هابطه شويه طاحت عليها واحد التبصيله داكشي باش هبطات، اما راه هو نفخ كامل القياس واحد. كندهنوه بالماء وسيطه شيته وكندخلوه يطيب على عافيه مهيله. مده كياخذ مني حتى 45 دقيقه حتى ساعه، يعني حيت عافيه شويه ناقصه باش يدخلوا الطياب من الداخل ويجي طايب. وهو هذاك الدوز ديالي من بعد ما وجد ها هو راه هنايا كنخليه يبرد فوق هاد الشبيكه هادي. ومن الاحسن ما نقطعوه حتى الغد ليه الصباح باش كيجي ساهل في القطيع. كنحتفظ به في الثلاجه وكنخليه حتى الغد ليه. كاين انا كما كتشوفوا راه قطعته في بلاصه يعني خليته غير دفا شويه وقطعته، وكما كتشوفوا النتيجه راه جا مفشفش وطالع ومهوي. وانا ولدي اللي خلاني نقطعو يعني بكري حيت هو ما قدرش يصبر حتى الغد ليه بغاه. فحضرت ليهم واحد كما كتشوفوا ها هو، وحضرت ليهم واحد ساندويتشات خفاف للكوتي بيه غادي نشاركهم معكم. ها هو من بعد ما قطعت غير النص ديالو وخليت النص حتى الغد ليه، عاد قطعته راه جاني احسن في القطيع. هنا هاد الساندويتشات درت فيهم لا دان فيمي، شرائح ديال لا دان فيمي، ومع هاد الشرائح هاد الفرماج الساندويتش، وغادي نديرهم في البانيني. صافي ساهلين وكيعجبونا، المهم كيجيو زوينين. ممكن نديروهم في الآلة ديال الطوست نفطروا بهم، ممكن المهم الطوست كل واحد وكيفاش كيبغيه. صافي كنديرهم في البانيني حتى كيذوب داك الفرماج وكيتحمر وكياخذوا اللون مذهب من الفوق هما. وصافي هنا راه عذبني حيت راه قطعته في النهار الاول، ولكن راه النتيجه راه جات زوينه كما كتشوفوا. قطعته رقيق
هاد لي ساندويتش كيجيو بنان، واخا يعني ساهلين وخفاف وراه كيجيو زوينين، كيعجبو الدراري الصغار والكبار كلشي. ها هما كما كتشوفوا. وفي الغد ليه هكا مقطع داك النص اللي بقى ليه استعملناه في الفطور كما كتشوفوا، راه كيجي زوين وخفيف. وكنتمنى يعجبكم الفيديو، نتلاقاو في فيديو جديد، الى اللقاء.